ليفربول بطل الدوري الانجليزي للمره ال20 في تاريخه، كده بيتساوى مع اليونايتد، وكل واحد فيهم كده عنده 20 دوري انجليزي. خلينا اقول لك المرتبه الثانيه هو الارسنال عنده 13 دوري انجليزي، وفي المرتبه الرابعه السيتي ب 10 دوري انجليزي، وفي المرتبه الخامسه ودي المفاجاه الكبرى ايفرتون عنده 9 دوري انجليزي. ايفرتون، ايوه ايفرتون عنده 9 دوري انجليزي. استون فيلا عنده 7 القاب دوري انجليزي، وساندرلاند ب6 القاب. ساندرلاند ايوه ده اللي بيلعب في الشامبيون، ايوه تمام، عنده 6 دوري انجليزي. وتشيلسي عنده 6 دوري انجليزي. نيوكاسل عنده 4 دوري انجليزي، وليدز يونايتد عنده 3 دوري انجليزي، وبلاك بيرن عنده 3 دوري انجليزي، وويستون نورث اند عنده لقبين. واخيرا ده اللي كنت عايز اقوله لك، ان توتنهام عنده دوري انجليزي حاصل عليه مرتين، حاصل على لقبين دوري انجليزي، بس ده كان زمان قوي. هاري كين ضيع عمره كله وما خدش ولا بطوله مع النادي ده، ولكن ده البطوله الوحيده اللي كان واخدها انه عنده 2 دوري انجليزي قبل كده. قول لي رايك في التعليقات، انت شايف ليفربول كان يستحق الدوري الانجليزي السنين اللي فاتت ولا لا، رغم حصوله على عدد نقط اكتر مع يورجن كلوب اكتر من ارني سلوت، ولكن ما حققش دوري انجليزي غير مره واحده بس. وصل ل 93 و97 نقطه وما حققش دوري انجليزي. هنا في الثمانينات حقق الدوري وبفارق قبل ما الدوري يخلص ب4 جولات. ولا رايك في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل